السلام عليكم، فيديو جديد على قناتي يومياتي انا واخواتي. النهارده هنعمل سينابون رولز مع بعض باسهل طريقه. نزلت بكوبايه حليب، تلت كوبايه من السكر، معلقه كبيره من الخميره، تلت كوبايه من الزبده، 2 حبة بيض. هقلبهم كويس جدا مع بعض لغايه ما يدوبوا، وباكت من الخميره زي ما اتفقنا. وهنزل كمان بباكت من الفانيليا ومعلقه من الخل. لو انت حابه، مش حابه خلاص، بس هي كده المكونات بتاعتنا مظبوطه. بعد كده نزلت بنص كيلو من الطحين. طبعا هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوبايه، لكل اللي حابه ان هي تشتغل بالمقادير بالظبط بالجرام او بالكوبايه. ورشه من الملح. بعد كده بقلب الدقيق بتاعي، دي طبعا نخلينه. ببتدي اشتغل في العجين كده لمدة 8 دقايق. طبعا بقلع الكلافز او الجوانت بتاعي علشان ايه، احس بملمس العجين بتاعي. بتاخد مننا من 8 دقايق ل 10 دقايق عجن. انا عايزة العجينة بتاعتي من الملمس بتاعها يبقى ناعم. والمية هنا بنحطها بالتدريج، في دقيق بياخد سوائل وفي دقيق ما بياخدش سوائل. انا هنا بمجرد ان انا هريحها بس تلت ساعة. معايا هنا 3 معالق من الزبدة، بنزل عليهم ب3 معالق من السكر، ومعلقة من القرفة، ومعلقتين من الكاكاو. ده الخليط اللي احنا هندهن بيه السينابون بتاعنا. هدخلهم من الميكروويف او تسخنيهم على النار لغايه ما يدوبوا مع بعض ويبقوا بالشكل ده. طبعا ده الخليط بتاع السينابون اللي احنا هندهن بيه العجينه بتاعتنا. طبعا العجينه بتاعتي اهي ابتدت تختمر بعد تلت ساعه، او حسب درجه الحراره برش رشه من الطحين، وابتدي ان انا افرد العجينه بتاعتي. طبعا العجينه علشان ما هي مخدومه معانا، هتحس ان هي بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله، مش بتاخد اي وقت معاكي في الفرد، وكمان بتريحك لما بتيجي تفرديها. بتبقى العجينة مرتاحة، بتتفرد معاكي بمنتهى السهولة. بتفرديها بقى بالنشابة، بالمردلة، اي حاجة عندك تقدري ان انتي تفردي العجينة بتاعتك. بتحاولي ان انتي تفرديها كده حوالي السمك بتاعها بيكون سنتي. يعني ما تحاوليش ان انت ايه تبقى العجينه بتاعتك تخينه، علشان اللفائف بتاعتك تبقى تطلع معاكي لفائف كتيره، والرول بتاعك يبقى فيه لفائف كتيره. طبعا انا جبت هنا العجله بتاعتي دي بتسهل عليا. طبعا ده السمك اللي انا عايزاه، شايفين؟ ببتدي ان انا اظبطها كده، اعملها على شكل مستطيل، واحاول ان انا اظبطها بقدر الامكان علشان تبقى كلها سمك واحد، ما تبقاش فيه حته تخينه وحته رفيعه. بعد كده بقى الخليط اللي احنا جهزناه مع بعض، السمنة والزيت، السمنة والسكر، الزبدة والسكر والكاكاو، وكمان القرفة. ببتدي كده زي ما انتوا شايفين كده ساح معايا. ببتدي طبعا بيبقى بارد خالص، يعني مش بيبقى سخن. الخليط لما بنطلعه من الميكرويف، مجرد ان هي بس الزبدة بتاعتي بتسيح، ببتدي ان انا ادهن بقى السينابون بتاعي بالشكل دوت. اغطي كل قطعة العجين علشان ما يبقاش فيها حتة فيها وحتة ما فيهاش. واحاول ان انا يعني اظبط كده العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. بحاول بقدر الامكان ان انا اوزع الخليط بتاعي كويس جدا، علشان طبعا اللفائف بتاعتي تبقى كلها فيها سكر وقرفة، علشان ما تبقاش في حتة فاضية وحتة مليانة، تبقى كلها مظبوطة. طبعا انا خلصت، هبتدي ان انا الفها رول بالشكل دوت، واحاول اضيق الرول بتاعي علشان طبعا اللفائف بتاعتي تبقى فيها لفائف كده. في الرول بتاعي تحس ان فيها طبقات كتير. بحاول كده بقى ان انا اقفلها بالشكل دوت بصابعي كده. بحاول ان انا اقفلها بالشكل دوت. بعد كده بقى بروح قلبها وفردها بالشكل دوت، واحاول ان انا ارولها. وبعد كده بقطع بقى، بجيب خيط وابتدي ان انا اقطع بالشكل دوت. وحجم القطعة زي ما انتوا حابين بقى. تقطيع القطعة بتاعتك، حابة ان انتي تقطعيها اكبر من كده مفيش مشكلة، حابة ان انتي تقطعيها اكبر من كده مفيش مشكلة. الصينية بتاعتي مش مدهونة اي مادة دهنية. الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اللفائف بتاعتي. ببتدي ان انا اضغط عليها، هسيبها ترتاح من ساعة لساعة ونص، او حسب درجة الحرارة عندك، وبغطيها لغاية ما تحس ان هي ايه اختمرت، وانت يعني وبقت مظبوطة معاكي. طبعا هي اختمرت معايا بالشكل ده، شايفين المنظر بتاعها؟ بجد منظرها تحفة. هنعمل الصوص بتاعنا، صوص الجبنة. ننزل هنا بنص كوباية من اللبن البودر، نص كوباية من السكر البودر، واللبن الحليب. وهننزل هنا ب100 جرام من الجبنة الكريمي. طبعا السينابون بتاعي اخد معايا بالظبط
25 دقيقة بالشكل ده على درجة حرارة 180. وده الصوص بتاعي بنزل عليه، والسينابون بتاعي لسه سخن. طبعا شايفين بجد يتاكل اكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة.